السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تيست رقم 4 أو الاختبار رقم 4 للعنصر اللي هو النترات. النترات والفوسفات الاتنين مرتبطين ببعض شوية حبتين، ودي من أهم العناصر اللي بيتابعها أي حد مبتدئ في الحب بتاعه. وعشان تعرف أكتر عنهم تقدر ترجع للحلقات اللي هي بتاعت API، تعرف إزاي تسيطر عليهم وإزاي تحل مشاكلهم وفايدتهم ومشاكلهم إيه والكلام ده كله. الحلقة بتاعت API شركة ريد سي في تنبيه عليها مهم في التيست بتاع المغنيسيوم، تقدر برضو ترجع تعرف المعلومات عنها ايه بالظبط. زي بقيه العلب بتاعت ريد سي، التستات اللي هي البرو، العلبه من بره اولموست هي نفس العلبه طبعا، ما اختلاف المعلومات اللي مكتوبه عليها والبيانات والمحتويات والكلام ده كله. هتفتح تلاقي العلبه اللي هي الفبر القويه اللي هي ضد الميه عشان تشيل فيها التست بتاعك واللي هي مكونات الاختبار بتاعتك. دي خريطه الالوان. هتلاقي عندك المحلول رقم A والمحلول والبودر رقم B والبودر رقم C، وعندنا سرنجة 10 ملي، وعندنا التعليمات بتاعة الاستخدام بتاعة التست. الميزة في التست هنا ان هو بيقيس لك حاجتين، بيقيس لك اللو رينج بتاع النترات والهاي رينج بتاع النترات، لان في احواض بتبقى انت متابع فيها الرينج القليل اللي هو اقل من 1 نترات، وفي احواض تانية بقى انت ما شاء الله الدنيا داخله معاك في 10 و20 و30 و40، فبتحتاج اللي هو الرينج الاعلى من 5. فده ليه طريقه وده ليه طريقه. احنا هنعمل قدامك اللي هو اللو رينج، وهقول لك ايه الفرق وانت بتعمل الهاي رينج في النترات. لو انت عايز تجيب قرايه كبيره او قرايه لو النترات عندك القرايه بتاعتها عاليه، عايز تحدد هي كام بالظبط، هتعمل ايه. عندنا الكاروتين بتوع الاختبار دول، واحده فيهم بنستخدمها كانها عدسه زي ما احنا شايفين كده، بنركب اللي هو الدليل بتاع القياس على خريطة الألوان. واحدة فيهم الاتنين هيتملوا ب 16 مللي من مية الحوض. نخلي بالنا بس إن السرنجة اللي معانا دي اللي بنسحب بيها عينة المية هي 10 مللي بس، فهنسحب 10 مللي نحطهم في القارورة زي ما احنا شايفين التدريج اهو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنسحب بعد كده 6 ملي لتر من مية الحوض، يبقى كده عندنا 16 مللي. والتانية هنعمل فيها نفس الموضوع بالظبط. دي اللي هي الدليل بتاعنا اللي احنا قلنا في واحدة فيهم هنستخدمها ان هي زي عدسة، لان لما تحط فيها المية وتبص فيها هتبدأ هي تبين لك الايه اللون اللي هو في الدايرة اللي تحتيها يعني. ده عشان خاطر زي كل تحاليل المعايرة احنا او التايتريشن احنا بنضيف مادة معينة ونبدأ يعني نضيفها على عينة المية بتاعتنا عشان تعمل حاجة اسمها تفاعل. التفاعل ده بالأكسدة، التفاعل ده هيخلي لون العينة بتاعت المية يتغير، فده هيبقى الدليل بتاعنا ان احنا نعرف القراية بتاعتنا قد ايه لما نقارنها بالخريطة بتاعت الألوان او بالجداول زي ما شفنا في التستات اللي فاتت. كده احنا ركبنا العدسة وانت فهمت كده العدسة بتركب فين. هنيجي للمحلول رقم 1 اللي هو رقم A. هنرج الازازة كويس قوي لان احيانا بيبقى فيها ترسبات موجودة، في ده مركب كيميائي ممكن ما يبقاش مخلوط كويس، فاي مركب وانت بتستخدمه هتعمل موضوع اللي هو ايه الهزه الكويسه دي قبل ما تستخدمه. وطبعا نراعي واحنا ماسكين الازازه ان هي تكون بوضع افقي، ما تبقاش مايله، يعني ما تبقاش ايوه بالظبط كده عشان خاطر تنزل مظبوط. 1 2 3 4 5 5 نقط. نقفل الازازه بتاعتنا تاني طبعا، وبعد كده هنرج العينه بتاعتنا عشان نخلطها مع المحلول اللي هو رقم A محلول المعايره لمده 15 ثانيه. نخلي بالنا بس ان كل حاجه بتبقى ليها توقيت معين، التوقيتات دي برضو زي ما قلنا لان التفاعل الكيميائي بتاع الماده اللي بتضيفها على عينه الميه محتاج وقت معين، مش محتاج بقى انك تزود ولا تعمل ولا انك تختصر الخطوات. الشركه المصنعه قالت لك تعمل حاجه معينه تعملها زي ما هي قالت عشان تاخد قرايه مظبوطه. نيجي بقى للازازه اللي هي مكتوب عليها بي، هناخد منها معلقه صغيره ممسوحه اللي هو بحيث ان هو اقصى حاجه للبودر اللي هيطلع يبقى على مستوى الايه المعلقه زي ما احنا شايفين كده. نحطها، نقفل تاني طبعا. دي اللي هي الازازه رقم بي. الاستك ده موجود عشان تحط فيه تعلق تاني المعلقه بتاعه البودر على
على العلبة عشان ما تخلطش ما بينها ما بين العلبة التانية. طبعا هنطلع ونرج لمدة 60 ثانية اللي هي دقيقة يعني بالظبط. نخلي بالنا بس التنظيم واحنا بنستخدم اي تيستات من التيستات اللي احنا بنستخدمها ايا كان الشركة المنتجة ايه. المعلقة اللي انت بتستخدمها اللي انت عشان تطلع بيها معلقة واحدة من البودر تخليها خاصة بعلبة البودر ده. السرنجة اللي هتستخدمها تخليها خاصة بالمحلول اللي انت بتسحبه ده. ما تحاولش تستخدم حاجة مكان حاجة. ليه؟ لا عشان تحافظ عليها من التلوث، لان لو هي متلوثة او فيها مثلا شوائب من عنصر تاني او حاجة تانية فده هيأثر على النتيجة او القراية اللي انت بتطلع لك من الاختبار ده. وطبعا الحاجات دي كلها تبقى بعيدة عن ايد الاطفال عشان خاطر في مركبات منها بتبقى بتسبب حساسية، تهييج على طول، ممكن تبقى سامة. فدي حاجة من الحاجات اللي انت تخلي بالك منها كويس قوي وانت بتستخدم التستات دي. هنخلص نرج، طبعا نرج بطريقة قوية جدا لمدة زي ما قلنا 60 ثانية. الستوب ووتش كويسة معانا ان انت تستخدمها في التوقيتات دي وانت بتستخدم التست بتاعك. تمام كده. بعد كده هنيجي للمحلول الاخير، البودر الاخير اللي هو اللي في الازازة اللي هي مكتوب عليها بي سي، انا اسف، الازازة اللي مكتوب عليها سي. هنجيب منها برضو معلقة واحدة. دي بقى هنا اللي هو ايه اللي زي ما بيقولوا عليه البودر او البودر بتاع المعايرة او المركب بتاع المعايرة اللي بيغير لنا اللون بتاع العينة، اللي هنقدر نعرف منه القراية بتاعتنا قد ايه. مهم قوي وانت بتعمل تستات النترات فكرة اللي هو الرج بتاع العينة كويس قوي عشان خاطر عملية الخلط بتاعة المركب تبقى كويسة عشان يطلع لك نتيجة كويسة وما يحصلش ترسبات في العينة. طبعا 15 ثانية رج كده. هنحط زي ما احنا شايفين اللون اتغير قدامنا ازاي. هنحط بقى بعد كده الازازه، هنسيب الازازه ما هي، وبعد 9 دقايق الشركه بتقول كده، في ناس بتقول 15 دقيقه بس الشركه بتقول 9 دقايق، ترج العينه تاني حاجه بسيطه كده يعني. وبعد كده تنزلها تبدا تقارن بقى زي ما احنا شايفين اللون بتاعنا ما بين نص وما بين اللي هو 0.5 ل 0.25 زي نص او ربع نترات. طبعا لان الاحواض اللي كنا بنقيس منها كانت احواض جديده وما كانش فيها اصلا اي حاجه. لما يبدا ينزل فيها ستوك ويبدا ينزل فيها حاجات وتبدا تغير، طبعا القرايه بتتغير، بتبدا تقارن، بتعرف ان انت اللون ده مثلا بتاعك معناه ان انت الدرجه بتاعتك ايه. طبعا تحديد القرايه بتاعتك ده اول خطوه انت بتعملها عشان تعرف اذا كان عندك مشكله او مفيش مشكله او الدنيا معاك تمام. بعد كده في اجراءات تاني بقولك لو انت حابب تعرف اكتر عن النترات والسيطره عليها ازاي ارجع للفيديو بتاع التيست بتاع شركه API واللي هو موجود هنا على القناه. ولو انت حبيت تقرا او انت عندك النترات طبعا عاليه جدا، فبالتالي انت محتاج انك تعمل التيست بطريقه مختلفه شويه حبتين. هتسحب 1 مللي بس من ميه الحوض وتزود عليه 15 مللي ميه RO من فلتر RO اللي هي بدون املاح بدون اي حاجه خالص، وهتبدا تعيد نفس الخطوات تاني. وبعد كده هتستخدم الجدول او اللي هي الخريطه بتاعه التستات الموجوده عندك وتقارن النتيجه وتعرف انت النترات عندك قد ايه. طبعا هي بتقيس لحد 14 ونص او 6 او 64 لحد 64 نترات. طبعا اكتر من كده انت داخل في بلوه منيله. مع العلم طبعا ان انت كل التستات لما بتيجي تخلص استخدامها لازم ترجع تنظفها كويس قوي بميه RO عشان ما يحصلش ترسبات عشان خاطر العينه والعمليات الكيميائيه اللي تمت. وبعد كده تشيل طبعا التست بتاعك تاني بطريقه منظمه عشان لما تيجي تستخدمه تاني. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ولو عجبك المحتوى اللي بيتقدم هنا على القناه تقدر تتابع تعمل لايك وسبسكرايب هنا للقناه وتتابع كل جديد. وفي نفس الوقت